مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بعم باخد نفس. نصيحة بناخد فيها نفس سوا، بنهدي عقلنا وبنمشي خطوة صغيرة باتجاه الحياة اللي بدنا إياها. إذا هالفترة حاسين إنه الدنيا مش واضحة، مش ثابتة، في شعور عام بالقلق أو التوتر، هالحلقة إلنا. خلينا نبلش مثل دايما بنفس سوا، شهيق بطيء من مناخيرنا، حبس خفيف، وزفير طويل من تمنا. مرة تانية، شهيق، زفير. يمكن سمعنا أخبار خوفتنا اليوم، يمكن في توتر حوالينا، أو يمكن بس في إحساس إنه الأرض مش صلبة مثل قبل. خلونا نلاحظ هيدا الشعور من دون ما نحاول نحله، بس نقول جوات قلبنا نحن شايفين هيدا قلق. هلأ منرجع انتباهنا لجسمنا، منحس بظهرنا وين مسنود، بإجرينا على الأرض، بإيدينا. الدنيا ممكن تكون فوضى، بس بهيدا اللحظة نحن قاعدين عم نتنفس وقلوبنا عم بتدق. منقول سوا بهيدي اللحظة نحن بأمان. مش عم نحكي عن بكرة ولا عن أسوأ احتمال، بس هلأ بهالدقيقة نحن بأمان. هلأ بدنا نعمل شي مهم، بدنا نسأل حالنا بشكل واضح، الشي اللي مخوفنا هل هو تحت سيطرتنا ولا لا؟ خلونا نمشي فيها خطوة خطوة. أولا، إذا الجواب هو إيه، هذا الشي بإيدينا. إذا هو بإيدينا، شو هي أصغر خطوة عملية ممكن نعملها اليوم؟ مش خطة كبيرة، مش حل نهائي، بس خطوة صغيرة. إذا قلقانين على صحتنا، نحجز موعد مع الحكيم. إذا قلقانين على الشغل، نبعت الإيميل. إذا في حديث لازم يصير، منحدد وقت لنحكي. التحرك الصغير بحول القلق لطاقة فعل. نرجع من الشعور بالعجز للإحساس إنه عم نتحرك. طيب، إذا سألنا حالنا هل هالشي بين إيدينا والجواب كان لا، مش بإيدينا، مش بإيدينا السياسة، مش بإيدينا قرارات غيرنا، مش بإيدينا كل السيناريوهات اللي عقلنا عم يتخيلها. إذا مش بإيدينا، شو الخطوة؟ الخطوة هي القبول الواعي. منقول هيدا الشي خارج سيطرتي، رح رجع طاقتي لشي بإيدي. نفصل بين التفكير المستمر وبين الواعي الفعلي. نختار نوقف نغذي الفكرة ونرجع حالنا للنفس، شهيق، زفير. القبول مش استسلام، القبول هو حماية لطاقة أعصابنا، لأنه لما منقاتل شي مش بإيدينا نكون عم نجرح حالنا. هلأ خلونا نعمل تطبيق حملة. فكروا بشي محدد مقلقلكم، اسألوا حالكم بإيدينا ولا لا. إذا بإيدينا، اختاروا خطوة واحدة صغيرة تعملوها اليوم واكتبوا براسكم شو هي.
إذا مش بإيدينا اختاروا حركة تثبيت، نرتب مساحة صغيرة، نشرب مي، نطلع على الهوا دقيقتين، نبعت مسج لشخص منحس معه بالأمان، شي برجعنا للحظة الحالية. لأن وقت الدنيا بتهزنا الاستقرار مش دايما بيجي من برا، أوقات منخلقه نحن من خلال نفس ومن خلال خطوة صغيرة. خلونا ناخد نفس أخير سوا، شهيق وزفير طويل. الدنيا يمكن بعدها مش واضحة، بس نحن هلأ أوعى، أهدى، وعم نميز بين شو بإيدينا وشو لازم نتركه. شكرا لأنكم أخدتوا نفس معي اليوم. سهل الحلقة رائحتكم، شاركوها مع حدا بحاجة لإلها. نلتقى بالحلقة الجاية من عم باخد نفس.